الناس ساعات كتير بتتكلم عن الفقر، وخصوصا في حالات موت الأحبة، لأنه حدث. احنا عندنا يعني هو مصيبة الموت، هو فعلا مصيبة، وللأسف هو مش حدث منفرد، يعني ومش حدث عارض، هو حدث rearrange your whole life و your whole identity. بيصبح فيه بني آدم قبل الحدث، قبل الفقر، وبيبقى فيه بني آدم تاني بعد الفقر. والفرق ما بين الاتنين دول حاجات كتير قوي، مش هما الاتنين نفس البني آدم. والموت بتاع الناس اللي بنحبهم بيغير حاجات على مستوى السيلولر، وعلى مستوى الجسم، وعلى النيرفس سيستم، وعلى المستوى النفسي، وعلى مستويات كتير. بيكشف لك كمان علاقات كتير حواليك، سواء أصدقاء أو بارتنرز أو أي حاجة، علاقات عمل. وده كله انت بقى بياخدك في جيرني كده، في رحلة، وبتبقى بني آدم مختلف. يا ريت تشاركوني كل واحد لو حد منكم فقد حد عزيز عليه، اتغير ازاي، و how was their healing journey. وانا هشارك معاكم my grief journey و my healing journey، نشوف الدنيا هتمشي ازاي. ربنا يرحم جميع موتانا وجميع احبتنا ويصبرنا على الفراق.